أسرع حلو بارد يرطب علينا في الجو الحار ده بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، والطعم كريمي ناعم يدوب في البق، حاجة كده روعة لازم تجربيه. حلة هجيب كوباية من الرز المصري المغسول والمتصفي، هضيفها في الحلة بالشكل ده. هضيف عليها 3 كوبايات من اللبن كامل الدسم بالشكل ده. هسيب الرز منقوع في اللبن لمدة ساعتين أو 3 ساعات. الطريقة دي بتخلي إن الرز يتشرب من طعم اللبن ويبقى طعمه حلو بعد التسوية. ثانيا الرز بينزل النشا بتاعه في اللبن، فما نحتاجش نحط أثناء التسوية نشا للرز. ده شكل الرز بعد ما نقعته لمدة 3-4 ساعات في اللبن بقى بالشكل ده. تضاعف حجم حبة الرز اتشربت من اللبن. هحطها على نار عالية تغلي معايا. هضيف عليها الاول مكعب زبدة كبير. مكعب الزبدة ده بديل القشطة. هضيف مع مكعب الزبدة كوباية مليانة من المية متدوب فيها 3 معالق من كريم الشانتيه الخام البودر. دول الزبدة والكريم شانتيه بيدوا القوام الكريمي للرز بديل القشطة. لو عندك قشطة وش اللبن او قشطة معلبة او قشطة من عند اللبان ضيفيها عليه زي ما تحبي بالشكل ده. يبقى بعد ما غلي الرز كده في اللبن بالشكل ده، هديت عليه النار واسيبه يغلي لمدة 10 دقايق لحد ما الرز يستوي ويتشرب اللبن ده كله. شايفين شكل الرز بقى عامل ازاي؟ استوى معايا الرز بالشكل ده. هضيف عليه كمان 3 كوبايات من اللبن وهسيبه يكمل تسويته. شايفين قوام الرز بقى عامل ازاي؟ اتهرى وداب تماما بقى بالشكل الجميل ده، والرز ربط منه فيه. بعتمد على نشا الرز، ما بحطش نشا من بره بالشكل ده. هضيف عليه كوبايه الا ربع من السكر، حضرتك حليه زي ما تحبي. 2 باكت من الفانيليا البودر، ما بحطش السايله لانها احيانا بتمرر وبتغير لون الرز. رشه بسيطه من الملح اللي بتظهر الطعم. ده شكل الرز وقوامه الكريمي الناعم بعد ما خد غلوتين، بعد ما حطينا السكر وتماسك تاني. عايزه اقول لكم انه طعمه تحفه وريحته خطيره، جميل جدا. هنغرف الرز بتاعنا في البولات او في اطباق في اي حاجه عندك. هنسيبه يبرد تماما عشان يدينا الوش المكرمش. برد الرز بتاعنا تماما وعمل كرمشه حلوه كده على وشه. هنبدا نضيف عليه شويه اضافات تخلي طعمه تحفه بالشكل ده. هنضيف موز مع صوص كراميل بالشكل ده. هنضيف شويه مكسرات زبيب وجوز هند وسوداني. هنضيف شويه جوز هند. هنضيف موز كده، موز مع شويه مكسرات كده، صوص كراميل في الجنب بالشكل ده. يفضل انك تزينيه بالشكل ده لما تكوني هتقدميه للاكل، ونسيب الباقي ساده. لو عندك اي اضافات تانية حطيها. وبكده الرز بتاعنا بقى جاهز.